حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب يا حبايبي تكونوا بخير وفي افضل صحة يا رب. يا رب اللهم امين، احنا وانتوا وجميع السامعين. تعالوا بقى اقول لكم انا هنا فين. انا هنا اختي واحنا خارجين كده نجيب حاجات. قالت لي تعالي اروق عليكي واشربك كوباية عصير قصب. كوباية عصير قصب فريش كده. يعني بصوا جميلة، فعلا جميلة والله. اهي اختي هي جابت لنا كل واحد كده كوبايه عصير كده. قصب بقى فريش بقى من اللي بالكوا فيه ده، طعمه حلو جدا جدا جدا. تمام. وبعد كده هنبدأ نشوف احنا رايحين فين. هو ده المكان اللي احنا رايحينه وهو ده العنوان. ودي يافطة المحل. العنوان شارع الحرية الرئيسي. المحل ده يا حبايبي عنده جميع كل حاجة تخص الحاجات اللي بتتربى في البيوت، زي القطط والكلاب والعصافير والفئران بتاعت التربية. كل حاجه تخطر في بالكم. المكان ده زي ما قلت لكم في شارع الحريه الرئيسي. تمام، في حدائق المعادي. بصوا عايزه اقول لكم المحل عنده مستلزمات كتير جدا وباسعار حلوه جدا جدا جدا. زي ما انتوا شايفين كده انا بديكوا في خلفيه في المحل هو عنده ايه وايه وايه. زي ما انتوا شايفين عنده كل حاجه. كل حاجه، الرمله بتاعت البيبي بتاعت القطط، اكل القطط. ده بالنسبه لي كان ارعب حاجه موجوده، لاني انا بترعب من حاجه اسمها الفيران. انا مش عارفه الناس ازاي بيجي لها قلب تربيها، بس عايزه اقول لكم انا بترعب من حاجه اسمها الفيران. دي حقيقه. تمام. وزي ما انتم شايفين كده عنده كل حاجه. القمر الصغنن العسل ده قعدت العب معاه شويه وبدا اهو بالفلاش بتاع الموبايل، وقعدت العب معاه شويه كده. عايزه اقول لكم عسول. ودول كمان معرفش هي وبنتها ولا اتنين اخوات، انا مش عارفه بصراحه. ودي كمان القطط. وعايزه اقول لك كمان قبل ما انسى ان عنده استضافه لاي حاجه، سواء للقطط او الكلاب يقدر يستضيفهم عنده، عشان لو هم في مرحله الزواج وكده فهو بيستضيفهم عنده مفيش مشكله خالص. تمام. وزي ما قلت لكم اسعاره حلوه جدا جدا، لان في ناس كتير فعلا بيهمها الحاجات دي. تمام. هنا بقى خلاص كنا رايحين ليه اصلا، كنا خلاص اهو رجعنا البيت. واختي كانت رايحه عشان تشتري رمله القطط، لان هي عندها قطه في البيت بتربيها. فرايحين عشان نجيب كيس الرمله ده. كيس الرمله ده عامل كام؟ عامل 30 جنيه. بس حبايبي الجوله خلصت، واشوفكم الجوله الجايه على خير. باي باي.